أنا الحقيقة أكمل على الكلام اللي قاله عمرو. أنا عجبني امبارح طبعا البيان بتاع التحالف في بورسعيد. وهو قال هذا الكلام: إذا أنتم بتغتصبوا بناتنا، أنتم لديكم بنات مثل بناتنا، لديكم زوجات مثل زوجاتنا، والعين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم، واللي أنتم عملتوه في بناتنا هنعمله في بناتكم. فخوفوهم فخرجوا البنات بعد ما كانوا معتقلينهم فعلا، كان عدد. بس إذا نحن أمام يعني بالقرب من حرب أهلية تقصد، يعني لم نكن دخلنا فيها وحالة فوضى شاملة للأسف الشديد. يعني أنت في حالة دفاع، أنت لا تبدأ بالعدوان، أنت الذي يعتدى عليك، طالبات يعتدى عليهن، سيدات في المظاهرات، سلميات في الشوارع يعتدى عليهن، يتم التحرش بهن، يتم الاعتداء عليهن. احنا سمعنا قبل كده حتى روايات مباشرة على الهواء من بعض السيدات اللي تعرضن للتحرش يعني مباشرة. دول عندهم أولاد، عندهم شباب، الشباب دول مش بالضرورة يكونوا متدينين، مش بالضرورة يكونوا من الإخوان المسلمين، مش بالضرورة يكونوا يعني، وحتى لو يا أخي ما هو في عندهم نخوة، حتى لو كانوا متدينين ولا غيره، كمان حتى المتدين عنده نخوة وعنده غيرة وعنده يعني حق الدفاع المشروع عن النفس وعن العرض. يا أخي من مات دون عرضه فهو شهيد، بس مش من مات دون يعني نفسه فقط، ده من مات دون عرضه فهو شهيد. الآن أنا لما أي واحد يحس أن أخته بتتعرض لتحرش أو لاغتصاب أو زوجته أو والدته، هيسكت؟ إطلاقا مش هيسكت مهما كلفه ذلك من ثمن. وكل دول عناوينهم معروفة، كل دول أماكنهم معروفة، أماكن عملهم معروفة، أماكن سكنهم معروفة، لديهم بالفعل إخوات، لديهم. أنا عشان كده يعني بستغل هذه المناسبة وأناشد أسر هؤلاء البلطجية، أسر هؤلاء الضباط والعساكر، فعلا ان هم يلموا ولادهم، لان ولادهم هم اللي هيجيبوا لهم الكافيه، ولادهم هم اللي هيجيبوا لهم فضايح في بيوتهم بعد كده. شكرا جزيلا استاذ قطب العربي. انا كمان عندي 30 ثانيه. يعني المنظر ده هم مش عايزين سيدات على غرار جميله ابو حريد، هم عايزين سيدات على غرار الهام شاهين وليلى علو وغيرها وراقصات مصر اللي اصبحوا بيلبسوا علم مصر ويهينوه على فساتين الرقص. نعم.